السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهاردة هنعمل طبق مخلل حلو قوي، هينفعنا كمان مع الفول والطعمية ومع سندوتشات الكبدة والسجق بقى والمكرونة. طبق لذيذ جدا. يلا بينا نبتدي الاول بالبطاطس. البطاطس الكمية اللي انت عايزاها طبعا هنقشرها ونقطعها مكعبات تخينة شوية، تكون سميكة شوية عشان تستحمل التخليل، لان احنا مش هنهرسها طبعا. طبعا قطعتها مكعبات سميكة زي ما انتوا شايفين، وحطيتها على مية سخنة طبعا، ورفعتها على النار 3 دقايق. 3 دقايق وتدفع عليها بالظبط، وسيبها في المية السخنة زي ما هي. طبعا الفلفل ده متوفر في السوق من 8 لحد 12 جنيه، سعره ثابت على كده بصراحة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بشيل منه البذور وبقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين. والطماطم اهي موجودة برضو هخللها، والبتنجان الرومي برضو الكمية اللي انت عايزاها. انا ما اقدرش اقولك على الكمية، زي ما تحبي، بس عارفين الكمية دي قعدت معانا حوالي 3-4 ايام. طبعا حلوة جدا في الفطار مع الفول والطعمية، حلوة مع طاسة كبدة، مع طاسة سجق، مع مكرونة بطماطم، مع طاجن بامية. طبعا هقلي بقى البتنجان زي ما انتوا شايفين على طول اهو، وبعد كده اول ما يبقى لونه ذهبي حلو كده هتطلعيه في مصفى بالمقصوصة على طول، او زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل وراه على طول بالفلفل. اهم حاجه شيلي البذور زي ما انت شفتي كده في الفيديو، ما تخليش فيه البذور في الفلفل. تمام كده خلاص. هرفعه بقى من على النار. وبعد كده هنزل بقى بالفلفل. طبعا انا كده كنت طفيت على البطاطس بعد حوالي 3 دقايق بالظبط، من بعد اول ما تغلي 3 دقايق بالظبط تطفي عليها، تروحي مصفيه، تروحي سايباها في الميه عبال ما تيجي تخلليها. اهم حاجه بصي، انا عايزاها نص سليقه، مش عايزاها مهروسه مهريه قوي لا. هنا الفلفل هو بقلبه على الناحيه التانية، وبرده هرفعه برده في المصفى مع البتنجان. وبعد كده بقى برضو خلاص، هو الفلفل والبتنجان بس اتقلى، والطماطم طبعا هنخللها عادي وخلاص على كده. طبق حلو قوي يا جماعه والله. تمام. هنجيب بقى معلقه كزبره كبيره، راس توم مفرومه، معلقه كمون صغيره، معلقتين كبار هريسه من اللي احنا عاملينها على القناه، حوالي فنجان خل كده. انا ما حطيتش ليمون، عشان اللي عايز يحط ليمون عادي، ما فيش اي مشكله على فكره. قلبتهم كويس، وهنزل كده بنص معلقه سكر. ما تخليش المخلل حامي عليك، بتهدي الدنيا بصراحه كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اخلي اول حاجه البتنجان الفلفل زي ما تحبي. خللت الفلفل، اديته معلقتين كده وقلبته، وبعد كده هنزل عشان تبقى كل حاجه في جنب لوحدها، سواء علبه او طبق. ما انت ممكن تعملي عينه مثلا، لو عندك عزومه ممكن تعملي الطبق ده مع عزومه. على فكره بيمشي مع السمك قوي الفلفل ده كمان، لو عامله سمك مشوي او مقلي ورز كده حلو قوي الفلفل ده معاه. هخلل بقى البتنجان برضو هقلبه تقلبتين، وبعد كده هخلل بقى البطاطس والطماطم زي ما انتوا شايفين اهو، تقليبه برضو حلوه. اللي بعده بقى البطاطس صفتها من الميه، وبعد كده هخلي برضو معلقتين برضو من التتبيله، وهقلب زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى الطماطم عايزه تقطعيها اربع، تقطعيها مكعبات، عايزه. انا عملتها زي ماما ربنا يديها الصحه، اهالينا كلهم كانوا بيعملوها كده فاكرين لما كنا بناكلها مع الرز ابو عدس اصفر. خلاص كده وخلاص، الطبق خلص. احلى طبق مخلل هتاكلوه سريع جدا. يا رب يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.